الفنانين دول لسه مكملين بنفس الشخصيات اللي قدموها في رمضان السنه اللي فاتت. يسرا اللوزي لسه مكمله بنفس الشخصيه اللي قدمتها في لام شمسيه طبعا، والصدمه اللي هي حصلت لها كانت صعبه ان هي تتخطاها في سنه، ولسه مكمله وبتقدمها في كان يا مكان بنفس الصمت، بنفس السكوت، بنفس الاوتفات، بنفس النو ميك اب، بنفس الرياكشنز، بنفس كل حاجه يا جماعه، مع الفارق ان هي قررت ان هي تتكلم في اول حلقه وتطلب الطلاق من ماجد الكدواني. دياب لسه مكمل في تقديم شخصيه اسعد اللي قدمها السنه اللي فاتت في قلبي ومفتاحه، وبيكملها السنه دي مع مصطفى غريب فهي كيمياء، بنفس السكسوكه، بنفس الاوتفات، بنفس الستايل، بنفس الرياكشن، بنفس الاداء، بنفس كل حاجه. ولسه برضه هدى المفتي مكمله في تقديم شخصيه بوسي اللي قدمتها السنه اللي فاتت في 80 باكو، بتقدمها السنه دي في سوا سوا مع احمد مالك بطريقه لف الطرحه، باكل اللبان، باكل اللب، بالشعر اللي طالع، بالاوتفات، بالستايل، بكل حاجه. مصطفى شعبان مكمل بطل شعبي خارق، بيسوق عربيات بسرعه رهيبه، بيعمل كل حاجه فظيعه. هو عاوز ايه؟ كمان احمد مالك لسه مكمل في شخصيه ولع اللي قدمها السنه اللي فاتت في ولاد الشمس، بيقدمها في سوا سوا بنفس الفورمه، بنفس الجدعنه، بنفس الشهامه، بنفس اللذاذه، بنفس كل حاجه. احمد العوضي لسه مكمل بطل شعبي وبيضرب كل الناس وكل البنات بتحبه. ياسمين عبد العزيز لسه مكمله. ايه ده بتاع السنه اللي فاتت وتقابل حبيب يا ابني، هات لي بتاع السنه دي. ايوه كده، ده بتاع السنه دي، وننسى اللي كان السنه اللي فاتت كان وتقابل حبيب. ياسمين ممكن ترجعي للكوميدي، ممكن ترجعي للاعمال الكوميديه. كفايه زعيق وصريخ وتنشنه وعصبيه وعيله بتيجي عليكي وبتقهرك يعني كفايه.